بتبدأ حكايتنا مع 7 أولاد وبنات عايشين في اليابان، والولاد دول مشهورين جدا وعندهم مواهب لدرجة إن الناس مش مصدقين إنهم طلاب في الثانوي، وكمان طلع عليهم اسم عباقرة المدرسة الثانوية. وأول بنت منهم اسمها رينجو، ودي تبقى أفضل مخترعة على مستوى العالم، والتانية اسمها أوي ودي أفضل سيافة في العالم، والتالتة اسمها كين ودي أفضل طبيبة في العالم، والرابع اسمه ماساتو وده أفضل رائد أعمال في العالم، والخامس اسمه برنس وده أفضل ساحر في العالم، والسادسة شينوبو ودي أفضل صحفية على مستوى العالم، والسابع والأخير اسمه تسوكاسا وده السياسي الأفضل في العالم، وده هو بطل حكايتنا. وللعلم كلهم لسه طلاب في الثانوي، بس مهارتهم خلتهم سابقين سنهم. وفي يوم أبطالنا ال7 قرروا إنهم يسافروا سوا، بس هما في الطيارة حصل فيها عطل، والطيارة بتقع في مكان غريب والناس بينقذوهم، وبنعرف إنهم اتنقلوا لعالم تاني. وتسوكاسا بيفوق وبيلاقي بنته قدامه، فبيسألها إيه اللي حصل، فبيفتكر هو بنفسه اللي حصل، وبيسألها فين صحابه، فبترد البنت إنهم كويسين، ولما بيبص جنبه بيلاقيهم كلهم. وتسوكاسا بيعرف نفسه للبنت، والبنت هي كمان بتعرف نفسها، وبنعرف إن اسمها ليرول. وتسوكاسا بيشكرها إنها أنقذته هو وأصحابه، فليرول بتقول له إنها بتحب تساعد الناس وبتروح تجيب أكل عشان ياكل. فبتدخل عليهم وينونا وبتبقى جاية عشان تشوف مين اللي فاق. وينونا بيكون عندها ديل، فتسوكاسا بيستغرب، فهي بتعرفه وبتقول له إنهم من البيوما، وإنهم منتشرين في بلدة اسمها فري جارد. فليرول بتسأله هم منين، فبيقول لها إن هو وأصحابه من اليابان. فوينونا بتقول له إنها أول مرة تسمع عن الاسم ده. فتسوكاسا بيستغرب جدا لأنهم الاتنين بيتكلموا ياباني، فبيحتار تسوكاسا ومش بيبقى فاهم حاجة، فبيطلب من ليرول إنها توصله لمكان سقوط الطائرة، فبتاخده توديه هي ووينونا. ولما بيشوف شكل الطيارة بيستغرب إنهم إزاي لسه عايشين هو وأصحابه، لأن الطيارة متدمرة حرفيا. فتسوكاسا بيقول لهم إنهم شكلهم وصلوا هو وأصحابه لعالم مختلف عن عالمهم، وأصحابه بيخفوا وهو كمان بيخف، ولما بيخفوا أهل القرية بيحتفلوا بيهم لأنهم بقوا كويسين. والعمدة بتاع القرية بيبقى مش مصدق إنهم من عالم تاني. وأبطالنا ال7 بيبقوا بقالهم في القرية دي شهر، وليرول بتسألهم إذا كانوا جم من عالم خالي من البيوما. فأوي بتسألها يعني إيه بيوما أصلا، بترد عليها بتقول لها إن البيوما دول سكان من القرية عندهم، ودول بيكون عندهم صفات حيوانية شوية، وبتقول لهم إن اللي زيهم هم ال7 معروفين بهيوما، وإن في بعض من الهيوما بيستخدموا السحر. فاللي بيرد عليها تسوكاسا بيقول إن بالوضع غير الواقعي اللي هم لقوا نفسهم فيه، فهم لازم يعملوا بحث عن سحر العالم ده، وهم قاعدين كلهم مبسوطين وبياكلوا. ونيونا بتقول لهم ان في روايه عن 7 ابطال جم من عالم تاني. فتسوكاسا بيقول لها تحكي الروايه دي بسرعه، فهي بتقول له انها ما تعرفش كل القصه، بس هتقول اللي تعرفه. واثناء لما كانت بتحكي ابنها بيقول لهم ان دي خرافه وما فيش حاجه اسمها عالم اخر. فبيقول لابطالنا ال7 طالما خافوا فيمشوا من قريتهم، فمو بتعتذر على وقاحه ابنها. بيرد عليها تسوكاسا وبيقول لها ما تعتذرش، وبيدخل جوه هو واصحابه وبيعمل لهم اجتماع، وبيقول لهم ان بناء على الوضع اللي هم فيه ففي 3 حاجات محتاجين يعالجوها. الحاجه الاولى هي انهم يجمعوا معلومات عن العالم ده، والحاجه الثانيه انهم يلاقوا طريقه يرجعوا لعالمهم، والحاجه الثالثه والاخيره انهم يرجعوا ينظموا الموارد الماليه بتاعه القريه دي. وبكده بتبدا المهمه. واول حاجه رينجو بتصلح التليفونات بتاعتهم بحيث انها تشتغل في العالم ده، وبتقول لتسوكاسا انها رجعت لمكان الطياره بتاعتهم ولقيت ان المفاعل النووي المصغر لسه سليم. واثناء لما كانوا شغالين في البحث في جنود بيهجموا على اهل القريه، والجنود دول بيكونوا عايزين الموارد، والمفروض انهم بيوفروا لهم الحمايه مقابل الموارد دي، واهل القريه مش بيبقى عندهم موارد اصلا. فتسوكاسا بيتدخل وبيقول للجنود دول يمشوا، فالجنود بيرفعوا سيوفهم عليه، بس ابطالنا بيتدخلوا ومش بيخلوا من الجنود غير القائد بتاعهم، وتسوكاسا بيتصرف معاه، بس القائد ده بيقرر انه ياخد الباقي من جنوده وبيهرب. فالموجودين بيقولوا لتسوكاسا انه غلط انه خلاهم يمشوا، فبيرد عليهم وبيقول لهم ما يقلقوش لانه بعت وسيله تامين، والوسيله دي هو برنس. وبرنس بيخوفهم وبيخليهم يحلفوا انهم مش هيقولوا لحد. وبيرجع برنس لتسوكاسا وبيقول له اللي حصل، وتسوكاسا بيشجعهم انهم يكملوا لحد لما يخرجوا من المكان اللي هم فيه ده ويرجعوا للعالم بتاعهم. وبيبدا كل واحد منهم يشوف شغله في القريه، وماساتو بيروح مع إلكا عشان يبيعوا الشركه الوحيده في القريه، بس المشتري بيعرض عليهم فلوس شويه، فماساتو بياخد إلكا وبيمشي. فإلكا بيتضايق عشان هم محتاجين يبيعوا الشركه، فماساتو بيقول له يسيبه هو يهتم بالموضوع ده وهو هيكسبهم ذهب. وبنروح بعد كده لبرنس اللي بيبقى بيعمل عرض سحر لاطفال القريه، وبيعدي عليه ليرول وتسوكاسا، والليرول بتقول لتسوكاسا انهم كلهم ساعدوهم، فبيرد عليها وبيقول لها انهم قرروا هم ال7 انهم يساعدوا القريه دي. وبيروح بعدها معاها عشان يعمل المايونيز لانه عمله قبل كده واهل القريه حبوه. فالليرول بتقول له ان الملح والدقيق قربوا انهم يخلصوا، فبيقول لها ما تقلقش لان التاجر والشينوبو راحوا مع إلكا عشان يجيبوا تجهيزات الشتاء. فبترد عليه انها خايفه ان إلكا ما ينسجمش معاهم، فبتتدخل وينونا وبتقول ان إلكا اتصرف كده عشان هو يبقى امين خزنتهم، وكل همه ان كل اللي في القريه ياخدوا اكل. وبتحكي له عن الناس اللي بياخدوا حق القريه، فهو بيقول لها تسيب كل حاجه على التاجر، والتاجر ده يقصد بيه ماساتو. وماساتو بيجيب
بيدي إلك رخصة عمل من العمدة. فإلك بيبقى مش مصدق وبيبقى مفكرها مضروبة. فماساتو بيرد عليه بيقول له انه مش هيدخل بيت العمدة عشان يجيب واحدة مضروبة. فإلك بيبقى عنده فضول يعرف جابها ازاي. فشينوبو هي اللي بترد وبتقول له ان بسبب موهبتها في جمع المعلومات فده كان سهل جدا. وماساتو بيكلمه وبيقول له ان كان في حساب العمدة السري مبلغ كبير جدا، والمبلغ ده كان متصدر لنيوتشيلاند. فسأل العمدة عن الحساب، ولما العمدة عرف اداله الرخصة كإجابة، وبيقول له انهم المفروض يتحركوا عشان يخزنوا. وإلك بيكون مش فاهم اي حاجة. فماساتو بيقول له انه هيديله محاضرة في ازاي يكسب فلوس. وهو بيتكلم معاه بتيجي بنت صغيرة فقيرة اسمها رو، وبتطلب منه انه يعلمها هي كمان ازاي تكسب فلوس. فماساتو بيوافق وبيقول لهم هما الاثنين انهم دلوقتي شركة علم التجارية، وان جه وقت انهم يكسبوا فلوس. وبيروح يشتري لبس لرو الاول، وبعد كده بيبدا يروح للتجار وبيتكلموا معاهم عشان يدخلوا شركتهم. وبيبقى إلك خايف جدا. فماساتو بيطمنه وبيقول له يثق فيه، وفعلا خطته بتنجح مع التجار وبياخدوا مخزوناتهم من غير ما يدفعوا ولا جنيه. وإلك بيبقى مصدوم مش مصدق. وبعدها ماساتو بيفرش البضاعة والناس بتتلم وبتشتري منه لان اسعاره ارخص اسعار في السوق، وفعلا بيبيعوا وبيكسبوا كتير جدا. وبعدها ماساتو بيتصل على شينوبو وبيقول لها انهم كسبوا كتير، فهو هيوفر عربيه مليانه بالمعل للقريه، وانهم لازم يلبوا طلب رينجو. فهي بتقوله لما يخلص يكلمها وهي هتسلم العربيه للقريه. وفعلا شينوبو بتسلم العربيه، والعربيه بيبقى فيها ملح وفلفل وعسل ومربى وفاكهه وكل خيرات ربنا. وشينوبو بتقول لتسوكاسا انها عدت على مكان رينجو الاول، فبيشكرها وبيقول لها انهم كده مش قلقانين على المختبر. وبيسالها عن اخبار التاجر، فبترد عليه بتقول له ان التاجر شايف شغله كويس جدا، وانه هيرجع بعد 3 أو 4 ايام. وبتقول له انه قال انه هيدمر شركه نيوتشيلاند في اسبوع. وتسوكاسا بيعمل كميه مايونيز كتير، فماساتو بياخدها وبيبيعها. وبيجي واحد بيمثل الاسطول التجاري ثعبان البحر واسمه كلاوس، وبيبقى عايز مايونيز. فماساتو بيقول له انه كان مستنيه وبيخليه يجربه، وبيقول له انه عارف ان الاسطول التجاري العظيم بيمارس التجاره البحريه بره في ريجارد الشرقيه. وبيقول له كمان انه سمع كتير عنهم، وبيفضلوا يتكلموا لحد لما بيتعاونوا مع بعض. ولما شركه نيوتشيلاند بتعرف الخبر ده انهم اتعاونوا سوا بيتضايقوا جدا، وبيقولوا ان دي بقت حرب. وإلك وماساتو بيبقوا قاعدين جنب الفلوس اللي عملوها، وإلك بيبقى قلقان بسبب نيوتشيلاند جدا. فبتيجي شينوبو بعد كده وبتقول لهم ان نيوتشيلاند هتعمل حرب بدايه من بكره، بس ماساتو بيبقى عامل حسابه على كل حاجه. وبيروح تسوكاسا يطمن على رينجو، واللي بتبقى اخترعت حاجات كتير تفيد القريه، وكل ده بسبب ان ماساتو وفر موارد كتير قدرت انها تستخدمها. وتسوكاسا بيقول لها ترتاح شويه لانها شغاله بقالها كتير. وبيمشي وبيقول لنفسه ان الكل تعب مش رينجو بس، وانهم مش متعودين على اسلوب الحياه ده. وبنروح بعد كده لرئيس شركه نيوتشيلاند، واللي بيوصل له خبر ان شركتهم ما عرفتش تشتري اي بضاعه. فبيتصدم من اللي سمعه عشان مش ده اللي كان ناوي عليه، وبيروح يشوف المشكله فين. فبيلاقي ان المنتقلين اللي كرشهم انضموا لماساتو. وماساتو بيقول له ان شركتهم علم وقعت عقد احتكار لمده 3 سنين معاهم، وان كل بضاعتهم شركه علم اشترتها. فرئيس شركه نيوتشيلاند بيبدا يقنع التجار يفسخوا العقد ويرجعوا ليه، بس التجار بيرفضوا وبيفكروه هو كان بيعمل ايه معاهم. فبيرجع لهم وبيقول لهم انه مش هينزل الاسعار تاني، وانه ندمان على كل حاجه. فالتجار بيقولوا له انهم ما بقوش يثقوا فيه. وماساتو بيقول له ان اهم حاجه في الشغل مش الفلوس، اهم حاجه هي الثقه. وبيقترح عليه انهم يسووا الخلاف بينهم. طبعا رئيس الشركه مش بيصدق، وبيروح إلك بيسال ماساتو ليه ما دمرش شركه نيوتشيلاند. فماساتو بيقول له لان تدميرهم هيبقى عيب اكبر من عدم تدميرهم. وبيقول له انهم مش هيقدروا يخلوا العدد كبير من التجار المنتقلين معاهم، وانه كان ناوي من البدايه يرجعهم نيوتشيلاند، بس كان بيربي الرئيس شويه، وان العقود اصلا عقود مضروبه. وهما بيتكلموا بيجي ناس عايزه تاخد رو، ورودي هي وامها عبيد والناس بتبيعهم. فماساتو بيشتري رو من الناس اللي عايزينها. بنروح بعد كده لرينجو اللي بتجمع لتسوكاسا معلومات عن السحر اللي في العالم ده، وعن حاجات عرفتها عشان يرجعوا لعالمهم. واوي ورينجو بيعملوا حاجات لتسوكاسا، واللي بتكون مرافق عامه عشان اهل القريه يستخدموها. وتسوكاسا واهل القريه بيجربوا المرافق دي، وبيجي واحد وبيقول لهم ان في اخبار وحشه، والاخبار هي ان شويه من القرويين اللي راحوا يصطادوا قابلوا وحش معروف بزعيم الغابه. فتسوكاسا بيتحرك هو واللي معاه بسرعه جدا، فاوي بتتحرك بسرعه وبتروح تحارب الوحش. وتسوكاسا بيطمن على اللي كانوا بيصطادوا، فبيقولوا له ان العمده اولجا متصاب. فتسوكاسا بيطلب من كين انها تتعامل معاه، فكين بتشخصه وبتقول انها هتبدا تعمل له عمليه. وبتبقى اوي لسه بتحارب الوحش، واخيرا وبعد معاناه بتقدر انها تخلص عليه. وكين هي كمان بتقدر انها تنقذ العمده. وبعد لما بيخلصوا بيبقوا هيرجعوا القريه، بس بيوقفهم قائد الفرسان التابعون للماركيز فيندولف، واللي بيكون الفارس الفضي انزاجي. وبيقبضوا عليهم لانهم متهمون بخيانه الدوله، لانهم استخدموا وسائل غير قانونيه عشان يجمعوا نقود ذهبيه. فإلك بيقول للقائد انهم كسبوا الفلوس بشغلهم. وماساتو بيقول له انه لو عايز دليل فهو معاه سجل الحسابات ورخصه شغله. فالقائد بيقول له ان ملهاش لازمه، لانهم فكروا انهم يمسكوا الذهب، فده لوحده جريمه، لان كل قطعه ذهبيه اتناقش عليها شعار امبراطوريه فريجارد، وان ايده القذره ما ينفعش تلمس شعار التنين. وبيولعوا في القريه وبيمشوا. فبرنس بينقذ اهل القريه كلهم وبيبعدهم عن النار. وماساتو بيقول لتسوكاسا ان اللي اقتحموا القريه مطلعين على نفسهم اسم الفرسان الحراس، وقال
انهم جايين باوامر من الحاكم. فتسوكاسا بيبدا يستوعب كلامه وبيسال على ليرول وبيكونوا شاكين انها اتخطفت. بعد كده اهل القريه بيقولوا انهم لازم يروحوا قلعه الحاكم عشان يرجعوا ليرول لو اتخطفت. فتسوكاسا بيقول لهم ما يستعجلوش، فهيبعت جنود عشان تخليهم يخضعوا ليه وهيذبحهم كلهم. فإلكي بيسال تسوكاسا ايه اللي المفروض يعملوه. فتسوكاسا بيقول له انه هيروح يتفاوض معاهم وانهم هيضحوا بليرول لانها عايزه اصلا انها تبقى هناك. فاهل القريه بيبقوا مصممين انهم ينقذوا ليرول. فتسوكاسا بيقول لهم انهم كده هيعانوا جدا والحرب هتقوم، بس هو مدين ليهم فعشان كده هيساعدهم في اللي هم عايزينه. وبيقول لهم انهم كده هيدمروا العالم، وبيسالهم لاخر مره لو لسه عايزين يعملوا كده. والليرول بتكون ضحت بنفسها عشان اهل القريه ما حدش يحصل له حاجه. وتسوكاسا والباقي واهل القريه بيبقوا حطوا خطه عشان يهجموا على القلعه. ورينجو بتحضر صواريخ جويه عشان تضرب القلعه وبتنجح انها تعمل كده، والصواريخ بتدمر الجدران وبتفتح طريق عشان الباقي يدخل. واهل القريه بيهجموا على القلعه، فانزاجي بيقول للجنود بتوعه انهم يهجموا عليهم، بس اهل القريه بيصدوا الهجوم بكل سهوله. فانزاجي بيستغرب من الترس الحديدي بتاعهم ازاي قدر يعمل كده. فماساتو بيقول له ان رينجو اخترعتهم وما عملتش اي ترس حديد، وبيشرح له المواد اللي استخدمتها عشان تعمل الترس الحديدي ده. والحرب بينهم بتبقى قويه جدا، بس الابطال السبعه واهل قريه إلم بيبقوا قايمين بالواجب. وتسوكاسا بيسيبهم وبيدخل هو وشينوبو المعبر السري بتاع القلعه. واول لما بيدخلوا بيقابلهم واحد اسمه جيل، وده بيبقى ضابط الصحراء الامبراطوري، وبيبقى بره اهل القريه بيخلصوا على الجنود. وشينوبو قررت انها تتعامل مع الساحر ده، وفعلا بتقدر انها تهزمه في النهايه. وبيهجم عليها الجنود فبتقول لتسوكاسا يكمل هو وهي هتتعامل معاهم. وبيروح تسوكاسا يدور على الليرول، فلما بيوصل عندها بيلاقيها متكتفه، ولما بيروح عندها بيكون الملك مستخبي فبيضربه والرصاصه بتيجي في كتفه. وبيروح الملك عند الليرول عشان يذبحها لانها هي اللي عملت كل الفوضى دي. بس تسوكاسا بيوقفه فالملك بيتصدم لانه ازاي لسه واقف. فتسوكاسا بيقول له انه لابس بدله واقيه من الرصاص، وبيرفع هو مسدسه على الملك فالملك بيخاف جدا وبيقول له لو عايز البنت ياخدها. فبيرد تسوكاسا انه ما ينفعش لان لو هو سابهم يمشوا في امبراطوريه فريجارد مش هتسيبهم. وبيضربوا بالرصاص في دماغه بس بتبقى رصاصه مطاطيه. وبيروح بعد كده يفك ليرول، ولما بيفوقها بيلاقي صوت واحده غيرها بتقول لهم انقذوا العالم يا ابطال السبعه. فتسوكاسا بيسالها هي مين ولو هي اللي جابتهم هنا. وبعدين بتفوق ليرول وبترجع لطبيعتها وبتبقى مش فاهمه ايه اللي حصل. فتسوكاسا بيقول لها انه جاي ينقذها هو واهل القريه، وان اعتبارا من اللحظه دي ففي حاجات كتير هم لازم ياخدوها في عين الاعتبار. وبيرجعوا بعد كده القريه وبتبقى ليرول واقفه هي وينونا وبيعملوا مايونيز. والليرول بتقول لها انها متضايقه عشان ما عرفتش تشكر تسوكاسا. وبيبقى تسوكاسا عامل خطه، وهو انه هيستخدم قوه الدين عشان ينظم المنطقه وعشان الناس تتبعهم. فخلى برنس يعمل لهم سحر وبيقول لهم حاجات في الدين عشان يتبعوهم، وهو عمل كده عشان ينقل الحكومه بسلاسه لشعب العالم ده لما يرجعوا لعالمهم. وبيقولوا انهم هيسموا المنظمه بتاعتهم منظمه الانوار السبعه. والدنيا بتتقلب بعد حوار الانوار السبعه ده، والدوله حالها بيتشقلب. والعمده بيقول ان دورموند انتهت وانه لازم يهرب هو وعيلته. وبيبقى لسه بيفكر مع نفسه فبيلاقي تسوكاسا داخل عليه وبيقول له انه من جماعه الانوار السبعه، وبيقول له انه جاي يتكلم معاه عشان هو كون فكره غلط عنهم. وبيقول له انهم ما جوش هنا عشان ينشروا الفوضى في المدينه. وبيقول له كمان انهم عايزين يتعاونوا معاه ومع النبلاء لان في حاجه هو الوحيد اللي هيعرف يعملها وهيرد عليه فلوس قصاد الحاجه دي. فالعمده بيساله عايز ايه، فبيرد عليه انه يفضل عمده لدورموند ويظهر الولاء ليهم والايمان للانوار السبعه. وفعلا العمده بيعمل اللي هو عايزه وبيعلن ده قدام الكل. والابطال السبعه بيتجمعوا وبيسالوا تسوكاسا ناوي ايه بعد كده. فبيقول لهم انه هيركز على الشؤون المحليه في دورموند ويعزز مؤسستهم، وبيقول لهم يرجعوا هم قريه إلم ويرتاحوا. فكين بيبقى عندها طلب وبتقول له ان مخزونهم الطب خلص، فهي عايزه منشاه عشان تنتج المضادات الحيويه، فهي محتاجه ايدي عامله وراس مال. فبيرد عليها انه ما عندوش مانع، بس بيسالها لو كانت محتاجه لراحه. فبتقول له انها مش عايزه راحه. وبيبدا تسوكاسا يطلب من كل واحد منهم مهمه عشان يوفروا احتياجاتهم ويساعدوا بعض. وبعد لما بيخلصوا بيروح تسوكاسا عشان يتكلم مع زيست، وده بيبقى الفارس الفضي وبيبقى عايزه انه يبقى قائد الحراس. بس زيست مش بيبقى عاجبه وضع الدوله فبيتنحى عن الوضع وبيرفض عرض تسوكاسا. وبيرجع تسوكاسا وبيحكي لماساتو اللي حصل معاه وبيقول له انه هيتكلم معاه تاني ويقنعه. وفعلا تاني يوم بيروح لزيست وبيفضل يتكلم معاه وبيقنعه انه ينضم ليهم. وفعلا بينجح انه يقنعه اخيرا، وزيست بيقول له انه هيكرس نفسه للمسؤوليه الكبيره دي. وبنروح بعد كده لإلك وشينوبو واللي بيبقوا بيجمعوا معلومات. والشينوبو كل اللي بتوصل له ان في ساحر بيبقى ضابط سحرة خاص. فإلكي بيسالها لو تقصد جوستاف، فهي بتقول انها ما تعرفش عنه كتير فبتفكر تروح وتقابله. فإلكي لما بيسمع ده بيتصدم عشان اللي عايزه تروح عنده ده راجل خطير جدا، واصلا جوستاف بيبقى ناويلهم على نيه سودا بعد لما هجموا على القلعه. بنروح بعد كده لكين وهي بتشوف اللي عملت له عمليه في الغابه حالته بقت عامله ايه. فبيطلع انه بقى كويس وصحته بقت احسن بكتير. وهي بتتكلم معاه بتيجي رو وبيغمى عليها، فكين بتنقذها وبتبقى رو قاعده من غير اكل عشان بتحاول انها تحفظ جدول الضرب لان ماساتو طلب منها ده.
ده. وبنروح بعد كده لماساتو وتسوكاسا واللي بيبقوا بيتفقوا مع رينجو عشان ينفذوا المشروع الجديد، والمشروع هو انتاج الادوات الآلية زي المخرطة وآلة الطحن عشان المعارك في الربيع، وبيبقوا كمان عايزين يعملوا نظام دفاع جوي. وتسوكاسا بيقول لماساتو ان شينوبو قالت له ان في تعويذة اسمها لهب السماء، والتعويذة دي قادرة انها تدمر مدينة كاملة، ودي اللي بيستخدمها جوستاف، فممكن جوستاف يستخدمها عليهم في دورموند. وبتيجي لرول وبتعزم تسوكاسا على الغدا عشان تشكره انه انقذها، لكنه بيقول لها انه مشغول وبيسيبها وبيمشي، فهي بتفكر انه زعلان منها وبيتجنبها. فماساتو بيحاول يهديها وبيفهمها، وبيبقى تسوكاسا قاعد في المكتب بتاعه، فبيدخل العمده عليه وبيقول له انه عمل اللي كان مطلوب منه. فتسوكاسا بيقول له انه دلوقتي يقدر يروح يرتاح. وبعدها تسوكاسا بيحس انه اجهد نفسه جامد في الشغل، واثناء لما كان قاعد الباب بيخبط، فبتطلع لرول وهو بيحاول يقول لها انه تعب وهينام، بس هي بتصمم وبتدخل عنده، وبتبقى مصممه انها عايزه ترد له الجميل. فهو بيقول لها انه حاول يتخلى عنها، فمفيش داعي للي هي عايزه تعمله. فهي بتقول له انه عمل كده عشان مصلحه القريه، وبتقعد تشكر فيه. فهو بيقول لها انه وحش ومش زي ما هي مفكره، فبتقول له لا، وانه عمل كتير عشانهم، وان حياتهم بقت احسن بسببه. فهو بيقول لها انه وحش وانه قتل ابوه، وبيحكي لها ان ابوه كان سياسي وكان ظالم وبيضحك على الشعب، فهو تعاون هو وشينوبو وجمع معلومات وبلغ عن ابوه، فابوه اتعدم، وكل ده عشان هو بيحب العداله، وان امه لحد دلوقتي بتكرهه على اللي عمله، لان رغم اللي ابوه كان بيعمله هي كانت بتحبه. وهو بيحكي كل ده لرول عشان تكرهه، بس لرول بتشوف عكس كده وبرضه مش بتزعل منه، وبتفضل تتكلم معاه لحد لما بتخليه احسن، وبيبقى مش حاسس بالذنب. فتسوكاسا بيطلب منها مهمه طالما هي عايزه كده، والمهمه دي هي انها تخليه ينام 3 ساعات بس لانه تعبان. وبنروح بعد كده لبرنس وروكين واوي، واللي بيبقوا بيحاولوا يساعدوا رو عشان تلاقي هدفها، عشان تعرف تذاكر جدول الضرب، وبتبقى شاطره في التجاره. وبيبدا كل واحد يحكي لها هو بدا ازاي، وهي بتحط هدف قدامهم وهو طبعا الفلوس. وبرنس بيقترح عليها انها تتخيل الارقام فلوس، وبيبدا يشرح لها تعمل كده ازاي. ولما بيجرب لها بالفلوس بتفهم فعلا وبتبدا تحفظ، وهو بيبدا يسالها عشان يشوف فهمت ولا لا، بس بيلاقيها فعلا فهمت وبدات تجاوب. وبعد ما رو بتعدي الضرب بيبقى اللي جاي القسمه، فبترجع محتاسه تاني ومش فاهمه حاجه. بعد كده شينوبو وإليك بيروحوا لمدينه الملك جوستاف عشان يجمعوا بعض المعلومات عن الملك، وبنعرف ان في اسره استقبلتهم ورحبت بيهم في المدينه، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وصاحبه البيت بتقول انهم في قريه كوكونو، وبتقول انهم عايشين في سعاده بسبب الحاكم جوستاف والامبراطور ليندورم. وفي بنت اسمها ميليندا بتقول لهم ان القريه بترحب بكل السياح اللي بيجوا من بره وبنساعدهم دايما. وبعد كده شينوبو وإليك بيدخلوا عشان يستريحوا، وبعد شويه ميليندا بتقول لهم انهم لازم يمشوا من المدينه في اسرع وقت ممكن، ولكن والدتها بتنادي عليها وبتاخدها وبتمشي. وبعد كده إليك بيكون مستغرب من اللي ميليندا قالته، وبيقول لشينوبو انهم عايزين ينشروا ايمان الانوار ال7 في المدينه. شينوبو بتقول له انا حاسه بحاجه غريبه في المكان. إليك بيقول لها حاجه غريبه زي ايه؟ بتقول له انهم وهم بياكلوا كل اللي قاعدين كانوا بيشجعوهم على الاكل، ورغم كده محدش منهم كل اي حاجه رغم انهم كانوا جعانين جدا. إليك بيقول لها عرفت ازاي انهم جعانين؟ شينوبو بتقول له انهم خافيين اثار الجوع بمستحضرات التجميل، لان بشرتهم كانت جافه وخشنه جدا، وكمان اصفرار عينهم كان واضح، وبتقول ان دي هي اعراض سوء التغذيه. وبعد كده بتقول لإليك يروح وراها، وبينزلوا في مكان تحت البيت، وهنا كانت الصدمه. بيلاقوا ان في ناس كتيره جدا متعذبه وميتين بطرق وحشيه. شينوبو بتقول انهم في الكره دي بيستدرجوا السياح عشان يقتلوهم وياخدوا فلوسهم. وفجاه في فارس بيجي وبينادي على سكان المنطقه اللي هم فيها عشان الفارسه الفضيه جان جت عشان نفتشكم. وبعدها بيأمرهم بإلقاء التحيه على الفارسه جان، وبيلقوا التحيه كلهم. وفي الوقت ده شينوبو وإليك كانوا بيراقبوا اللي بيحصل من فوق. وبعد كده الحراس بيفحصوا الناس وبيتاكدوا انهم نضاف وبصحه كويسه. ولكن فجاه الحارس بينادي على ميليندا وامها، وبيقول ان هدوم ميليندا متوسخه. وجان بتقول ان اي حد بيعيش في حدود المنطقه دي لازم هدومه تكون نظيفه تماما. والحارس بياخد ميليندا وبيطبق عليها العقوبه. وشينوبو وإليك مستغربين من اللي بيحصل، والحارس بيجهز عشان يعاقبها، ولكن امها بتقول له يعاقبها مكانها. ولكن جان بتلاحظ ان ابتسامتها راحت، فبتقول لها بصفتك من الشعب الذي يحكمه الامبراطور لازم تبتسمي دايما، وبتخلي الام تبتسم غصب عنها. والحارس بيعذب ميليندا قدامها. وفي الوقت ده إليك ما بيستحملش وبيقول لشينوبو انه هيروح ينقذها. بتقول له ان الناس دي كانوا على وشك انهم يقتلوهم. إليك بيقول لها ان ميليندا حذرتهم وقالت لهم يمشوا من القريه. شينوبو بتقول له ان عندها خطه، وما زال الحارس بيضرب ميليندا. وفجاه شينوبو بتظهر وبتنادي عليهم، وبتقول لهم بطريقتكم دي الناس هتموت. وجان بتشوف سلاح الشوريكن اللي مع شينوبو، وبتسالها اذا كانت نينجا من امبراطوريه ياماتو. والحراس بيجهزوا للقتال. شينوبو بتقول لها ايه رايك نعمل اتفاق؟ وبتقول لها لو حاصرتني بالجيش بتاعك هتمسكوني، بس هكون قتلت على الاقل نص الحراس وبما فيهم انت كمان. وبتقول لجان انهم لو سابوا ميليندا تمشي هتسلم نفسها
بدون اي مقاومه، وجان بتفكر شويه وبتوافق في النهايه. وبعدها بيمسكوا شينوبو، وإليك كان بيشوف كل اللي بيحصل وبيعرف ان شينوبو اتمسكت. وبعد كده بنعرف ان شينوبو قالت لإليك على الخطه دي، وانها اصلا عاوزاهم يمسكوها عشان تروح لمقر العدو وتقوم بوظيفتها وتجمع المعلومات. وبتدي التليفون بتاعها وبتقول له يعرفهم انها سمحت للحراس بالقبض عليها عشان تجمع المعلومات. وبعد كده بنشوف شينوبو وهي محبوسه في زنزانه، وبتقول لنفسها انها ممكن تهرب بسهوله من المكان وتخطف صاحب القلعه دي وتهدد بيه الحاكم جوستاف. وبعد كده جان بتروح لها الزنزانه. بنروح بعد كده لإليك، ووالده ميليندا بتشكره لانقاذهم ليها، ولكن إليك بيغضب وبيقول لها على القبو اللي شافوه تحت البيت، وبتتصدم لما بتسمع كلامه وبيقول لها كنتم ناويين تقتلونا، فبتطلب منه انه يسامحهم. بيتعصب عليها وبيقول لها ازاي نسامحكم على حاجه زي دي، وبتقول له لو ما عملناش كده هنموت من الجوع. وبتقول له ان قريتهم كانت غنيه قبل مجيء الحاكم جوستاف، ولكن بعد لما جه امرهم بتجميل القريه ويهتموا بنظافه الشوارع، وكل الفلوس اللازمه لكده هم اللي هيجيبوا من جيبهم الخاص، وده ادى لافلاس القريه. وبعد كده بقوا يستدرجوا السياح ويقتلوهم وياخدوا فلوسهم عشان يقدروا يعيشوا. والناحيه الثانيه بنشوف جان في موقف غريب، وهي بتشكر شينوبو لانقاذها للبنت الصغيره. شينوبو بتقول لها تقصدي ايه بالظبط؟ جان بتعرف عن نفسها وبتقول لها انها عضوه في اللواء الازرق السماوي، وبتقول لها بما انك جايه من منطقه ياماتو يبقى كده احنا الاثنين لينا نفس العدو وهو الحاكم جوستاف. وبتقول لها في النهايه عدوي صديقي، وبتطلب مساعدتها في انقاذ الشعب. وفي الوقت ده بنشوف الحاكم جوستاف وبيأمر الحارس اوسكار بصنع 4 تماثيل للامبراطور من الذهب الخالص، ولكن اوسكار بيقول له ان تمثال واحد من التماثيل دي هتمثل عبء كبير على الشعب وهتأثر عليهم. وقبل ما ينهي كلامه جوستاف بيقول له كده سيفنى شعبي، وبيقول له لازم الشعب يضحي بحياته عشان يثبتوا ولائهم للامبراطور. وبيسأل اوسكار عن التمرد اللي حصل في مدينه فيندولف. اوسكار بيقول له لما فصل الشتاء ينتهي الجيش هيتوجه ناحيه فيندولف عشان يهجموا على مدينه دورموند. جوستاف بيتعصب وبيقول له لازم نهجم عليهم فورا، وبيخبط دماغه في الحيطه وبينزف وبيقول حان وقت استخدام لاج سولل، وبينزل لقبوه تحت الارض وبيمسك سلاحه المدمر واسمه لاج سولل وبيكون غضبان جدا. بعد كده بنروح عند ليرول وسمع صوت حد بيقول لها الابطال السبعه في خطر، وفجاه بنشوف ان عينيها شكلها متغير وبتقول لها لازم تساعديهم بقوتك وترشديهم. ليرول بتتعجب من الصوت وبتقول مين السبب في الصوت ده، ولكن ما بتعرفش. وبعد كده بنشوف الحاكم جوستاف وهو ماسك سلاحه الخطير وبيقرر يدمر مدينه دورموند باللي فيها وبيحدف سلاحه بكل قوته. بعد كده رينجو بتبعت اشاره لتسوكاسا وبتقول له في حاجه غريبه متوجهه ناحيه المدينه على بعد 200 كيلو تقريبا، بتقول انها متوجهه من الجهه الجنوبيه الشرقيه لمدينه دورموند. ورينجو بتحاول تعرف ايه الشيء ده، ولكن بتقول له انه جاي من ناحيه منطقه الحاكم جوستاف، وكمان بتقول له ان الشيء ده هينزل وسط مدينه دورموند وهيدمرها كلها. تسوكاسا بيقول ده اكيد لها بالسماء الخاص بالحاكم جوستاف، ورينجو بتضرب عليه صاروخ عشان تدمره قبل ما يوصل، ولكن ما بيأثرش فيه نهائيا. ولكن تسوكاسا بيقول لها تشوف اذا كان غير مساره. بالفعل بتقول لها بالسماء غير مساره وبقى متجه ناحيه مساكن النبلاء في المنطقه الجنوبيه الشرقيه. تسوكاسا بيقول لها انا قعدت شهر ادرس سلاح جوستاف، وبيقول انه عباره عن قنبله حارقه ولو عرفنا مساره مش هنتاثر بشكل كبير، وبيقول لها تضربه بكل الصواريخ اللي معاها. وبالفعل بتضربه وبتغير مساره، وبيعتمدوا على اخر صاروخ في تغيير مساره عن المدينه. والمفاجاه ان لها بالسماء بيتفادى اخر صاروخ وبيتوجه ناحيه المدينه، وبالفعل بيوصل للمدينه وبيصطدم بيها وبيخرج فارس من النار وبيقول انه مساعد الملك جوستاف، وبيقول لسكان المدينه الان فلتلتهمكم نيران وغضبي، وبيفعل مهاره الرمح وبينشر النار في المدينه. وفي الوقت ده تسوكاسا كان بيراقب اللي بيحصل، واحد النبلاء اللي معاه بيقول له هنعمل ايه في الورطه دي. وبنشوف سكان المدينه بيهربوا من البيوت، واكاتسكي بيجي وبيقول لهم ما تخافوش، وبيقول لهم احنا ايمان الانوار السبعه هنحميكم. وتسوكاسا بيقول انه كان مخطط لحاجه زي دي، وبيقول لازم نلتزم الهدوء وهنتصرف، وبيقول لهم كل واحد يقوم بوظيفته زي ما فهمتكم. وبالفعل بيبداوا بتنفيذ الاوامر، ورينجو بتتصل وبتطمن عليه. وبعد كده بنشوف بعض السكان بيحاولوا يهربوا، ولكن في خشبه مولعه بتقع عليهم، وفجاه الفارس زيست بيجي وبينقذهم وبيقول لهم انه انضم للانوار السبعه، وبيقول لهم كمان ان الانوار السبعه بيسعوا لبناء عالم خالي من الظلم والفساد. بعد كده بيجتمعوا مع بعض، واي بتقول له انت خليت الشوارع اوسع عشان النار ما تنتشرش بسرعه في المدينه، ولكن لها بالسماء بيكتشف الخدعه وبيبدا في نشر النار في كل حته على شكل جنود من النار، وبداوا كمان في اكل الناس. والابطال السبعه مصدومين من اللي شافوه، وتسوكاسا بيقول لهم ياخدوا المصابين ويخلوا المكان ويروحوا للحديقه المركزيه. وبعد كده تسوكاسا بيقول ان عنده خطه، وفجاه ليرول بتيجي وبتقول لهم في طريقه لهزيمه لها بالسماء، وهي انهم يدمروا النواه بتاعته واللي هي الرمح الخاص بجوستاف. تسوكاسا بيقول لها عرفت ازاي؟ بتقول له معرفش، بس اول لما شفت النار في المدينه عرفت فجاه نوع التعويذه المستخدمه. وتسوكاسا بيقول لها انا مصدقك، وبيبداوا على طول في التنفيذ. وتسوكاسا بيسال رينجو عن عدد الصواريخ اللي متبقيه، بتقول له مفيش غير واحد بس. رينجو بتقول له احنا ما قدرناش على لها بالسماء بكل الصواريخ، ازاي هندمره باخر صاروخ؟ تسوكاسا بيقول لها انه استهلك معظم طاقته في نشر جنود النار في المدينه، فاكيد الصاروخ كافي لتدميره. رينجو بتقول له مع وجود كل النار المنتشره دي هنواجه صعوبه في اصابه الرمح، وبيبداوا يفكروا في طريقه لارسال الصاروخ بدقه.
وفجاه اوي بتقول لهم انها توجه الصاروخ يدويا ناحيه الرمح. كلهم بيستغربوا من كلامها وتسوكاسا بيوافق في النهايه لان مفيش حل تاني. وبالفعل رينجو بتفعل الصاروخ وبتضربه واوي بتمسك فيه وبتوجهه وفجاه بتغير مساره وبتخرج بيه من الغلاف وبترجع تاني وبتتوجه ناحيه الرمح. ولكن لهب السماء بيكتشف الخدعه وبيضرب نار عليها. وبعدها اوي بتلف من ورا البيوت عشان ما يشوفهاش وبعدها بتتوجه ناحيه الرمح مباشره. ورينجو بتفعل الصاروخ واوي بتسيبه والكل مذهول من اللي بيحصل. واوي بتفعل مهاره سيف الندى وبتحمي الصاروخ وبتقطع ايد فارس اللهب وبتنجح وبتدمر الرمح نهائيا. والكل طبعا فرحان بسبب نجاح الخطه لانها كانت خطيره جدا. وفي الوقت ده بيلاحظوا اختفاء اللهب من المدينه. والناحيه الثانيه بنكتشف ان الحاكم جوستاف ايده اتقطعت بسبب هجمات اوي وبنعرف ان قوته مرتبطه بسلاح لهب السماء. وبيغضب جوستاف بسبب اللي حصل وبيطلع النار من ايديه. وبعد كده بنشوف الارواح بتتحرر من لعنه جوستاف. وتسوكاسا بيقول لرول انهم لازم يبنوا عالم جديد عشان يعوضوا الناس دي بسبب المعاناه اللي كانوا عايشين فيها. واكي بتعالج المصابين ورينجو وماساتو بيعملوا اكل للناس. وبعد كده لرول بتقول له انها سمعت صوت غريب قال لها على كل حاجه لازم تتعمل وبقى عندها معلومات كتيره عن السحر. وبتقول له انا لازم ابدا دراسه السحر واساعدكم في القتال. وبتقول له هحاول الاقي طريقه عشان ترجعوا لعالم البشر. وتاني يوم شينوبو بتتصل بتسوكاسا وبتطمن عليهم وبتعتذر لانها ما قالت لهمش حاجه عن اللي حصل وما حذرتهمش قبل ما جوستاف يفعل لها بالسماء. وتسوكاسا بيقول لها انهم قدروا يهزموه بس لو فعل التعويذه تاني مش هنقدر عليه. شينوبو بتقول له ما تقلقش مش هيقدر يفعلها تاني غير بعد فتره كبيره. وبيقول لها تستمر في جمع المعلومات وتجمع كمان معلومات عن لواء السماء الازرق اللي عمل التحالف معاهم. بعد كده ماساتو بيجي لتسوكاسا وتسوكاسا بيقول له احنا بدانا ثوره في العالم ده ولازم ننقذه من الدمار. وبيقول له كمان ان الحصول على معلومات حول العوده لعالم البشر لم يعد ذا اولويه قصوى. ماساتو بيقول له الامبراطوريه مش هتسكت بعد اللي حصل ده. وبيقول له انت هتعمل ايه. وفجاه الفارس زيست بيجي ومعاه جيش كامل ومسلح. والمفاجاه ان تسوكاسا بيقول لهم احنا هنبادر بالهجوم على الامبراطوريه. بعد كده الملك جوستاف بيصرخ من شده الغضب والالم وبيطلب من اوسكار يجمع كل القوات. وبيقول له يجمع قوات اركلايد وبوتشوال ويهجموا على مدينه فيندولف ويسحقوهم. والخبر بيوصل لشينوبو على طول وجان بتقول ان دي فرصه مناسبه للهجوم. بعد كده بنروح للماركيز اركلايد هو وبوتشوال وهم واخدين القوات وبيعبروا جبال روكا عشان يهجموا على فيندولف بامر من الملك جوستاف. واركلايد بيقول ان الملك جوستاف محارب لا نظير له ولكن في نفس الوقت مفيش ابشع منه. وبوتشوالد بيسالوا عن جماعه الانوار السبعه. اركلايد بيقول له انهم مجموعه غامضه بيوصلوا بعد كده لنقطه عبور جبال روك. واركلايد بيقول هنريح فيها شويه قبل العبور لمدينه فيندولف. ولكن المفاجاه ان الفارس زيست استولى عليها وبيأمر الجنود باطلاق النار عليهم. وبالفعل بيتساقطوا واحد ورا الثاني. اركلايد بيتصدم من اللي حصل وبيأمر كل القوات بالانسحاب بسرعه وبيهربوا كلهم. ولكن الفارس زيست بيطاردهم وبيدمر الجيش بتاعهم من الخلف. وفي الوقت ده اركلايد بيقول انهم هيدعوا انهم مهزومين ويستدرجوهم للحقول المفتوحه. والناحيه الثانيه بنشوف جيش الحاكم جوستاف والعدد بيكون كبير جدا. وفي الوقت ده الفارس زيست بيقابلهم الفرسان المدرعين واركلايد بيأمر بالهجوم وجنود زيست بيضربوهم ولكن ما بيأثرش فيهم. ومن حيث لا تحتسب فجأة الفرسان المدرعون بيتفجروا كلهم. وفي اللحظة دي بنعرف ان دي كانت خطة القائد تسوكاسا واللي كان عارف انهم هيستدرجوهم ويهجموا بالفرسان المدرعين عشان كده كان عامل حسابه. وبيقول له اول لما الفرسان يهجموا هنسحقهم بالمتفجرات. وفعلا بنشوف الجنود بيحدفوها عليهم وبيدمروهم. واركلايد بيأمر بالانسحاب لمدينة بوتشوال. والناحية الثانية الملك جوستاف بيلقي خطاب للجيش عشان يشجعهم قبل الهجوم. واثناء لما كان بيتكلم فجأة في سهم بينضرب عليه وبينفجر. وبنعرف ان جان هي اللي ضربته وبتقول حان وقت الانتفاضة. وفجأة الجيش التابع للواء الازرق السماوي بيرفع رايته وبيتحدوا الملك جوستاف. وبنروح بعد كده لرينجو واللي بتعرف ان اركلايد وبوتشوالد مختبئين في قلعتهم وبتهجم على القلعة بالصواريخ وبتدمرها. وبتبعت بعض الطيارات وبتأمرهم بالاستسلام والا هيدمروا القلعة كلها. وبنرجع بعد كده للملك جوستاف وبنشوف انه هزم جيش الازرق السماوي لوحده. وجان وشينوبو بيدخلوا وراه وبيهددوه وبيقولوا له يستسلم. ولكن جوستاف بيتعصب وبيرفض كلامها وبيقول لهم ساحرق كل شيء. وبيهجم عليهم هما الاثنين وبيتفادوا الهجوم ولكن جان بتتصاب وبيهجموا عليه في نفس الوقت. وشينوبو بتتفادى الهجمه وبتحدف عليه قنبله ضوء. وفي هذه الاثناء جان بتنقض عليه وبتطعنه بالسيف ولكن السيف مش بيأثر فيه وبيهجم على شينوبو هي كمان. وفجأة جان بتطعنه بالسيف من ظهره وشينوبو بتوقع النجفه فوقيه وبنشوفه وهو غرقان في دمه وبيفعل مهاره غريبه بالدم بتاعه. وشينوبو بتاخد جان وبتجري والبرج كله بينفجر باللي فيه بعدها. ولكن بنشوف شينوبو وجان وهم طايرين خارج البرج. وبعد كده شينوبو بتروح لتسوكاسا وبتقول له اللي حصل وبتقول له كمان انهم مش لاقيين جثه الملك جوستاف. بعد كده بنشوف العمده وهو عند اركلايد وبوتشوال وبيقول لهم يعلنوا ولائهم للانوار السبعه. وبالفعل الماركيز اركلايد بيعلن انضمامه للانوار السبعه. وبعد كده تسوكاسا وباقي الابطال بيحتفلوا بالانتصار العظيم اللي حققوه. وفي الوقت ده ماساتو بيقول ان اللواء الازرق السماوي وهو الطرف الذي لسنا متيقنين من تحالفه معنا. وبيقولوا انهم عاوزين يرضونا مش اكتر ومش عاوزين يشتبكوا معانا لانهم منهكين من معركتهم مع جوستاف. وتسوكاسا بيقولوا انهم مستحيل ينسجموا مع اللواء الازرق السماوي. واكاتسكي بيقول
بيقول له ان القائد الجديد للازرق السماوي واللي اسمه كونارد شخص طيب. تسوكاسا بيقول له انه بيكذب، لان لما سالته عن مكان التمثال الذهبي للامبراطور قال انه مش عارف هو فين، رغم ان التمثال تحت سيطرته. وبيقول كمان ان حركه عينيه وتعابير وشه كانت بتوحي انه بيكذب. وبعدها تسوكاسا بيقول لهم انهم مش متاكدين من موت الملك جوستاف، لانه لو ما ماتش هيرجع اكيد عشان ياخد التمثال، واول شيء هنحتاجه عشان نحكم البلاد هو جذب اراده شعب الازرق السماوي ناحيتنا. وفي اللحظه دي هنعلن عن فساد حاكم الازرق السماوي كونارد. وبعد كده بيقرروا ياخدوا اجازه ويستريحوا بعد الاحداث الخطيره اللي حصلت. وتسوكاسا بياخد رينجو وبيخرجوا مع بعض، وبنكتشف ان رينجو بتحب تسوكاسا، ولكن تسوكاسا مش مديها اي اهتمام ومش واخد باله اصلا. وبيلبسوا لبس غريب عشان يبقوا شبه البيومه وما يلفتوش الانتباه وهم ماشيين مع بعض، وبيقعدوا مع بعض في المطعم. وبعدها بيخرجوا عشان يشوفوا غروب الشمس. وبعد كده تسوكاسا بيقول لها ان المدينه اصبحت مزدهره بسببهم، وعشان كده هيحموها بكل قوتهم. وفجاه بيقول لها عاوز اقولك على حاجه مهمه، حاجه مفيش حد غيرك هيقدر يعملها. تسوكاسا بيبص لها بصه غريبه. وبعدها رينجو بترجع المختبر وبتكون زهقانه. وبعدها رينجو بتقول له هنبدا بكره العمل على اكبر مشروع على الاطلاق. وتسوكاسا بيتصل على شينوبو عشان يعرف اخر الاخبار. بتقول له انها وضعت مراقبه شديده على القاعده الرئيسيه للواء الازرق السماوي، والحاكم كونارد غادر للعاصمه الامبراطوريه لمنحه فرصه ثانيه للانضمام مره ثانيه للامبراطوريه. بيقول لها وماذا عن ذلك الشيء؟ بتقول له لقيته. وبيقول لها في هذه الحلقه احرصي على الخروج من هناك قبل التنفيذ. وتاني يوم بنشوف سكان القريه بيتصابوا بمرض خطير، واعضاء النقابه الطبيه لمملكه الملك جوستاف بيجوا وبيقولوا الانوار السبعه يعالجوا المرضى وبيسخروا منهم. ولكن في الوقت ده كيم بتيجي وبتعمل علاج بمساعده سحر ليرول، وبتنجح وبتعمل العلاج وبتعالجهم. وبيجي الليل وكيم بتروح لاعضاء النقابه الطبيه وبتخدرهم كلهم وبتهددهم بحياتهم لو عملوا اي مشاكل تاني. وبالفعل تاني يوم بنشوف ان اعضاء النقابه الطبيه بقوا يسمعوا الكلام وما بقوش يعملوا اي مشاكل. بعد كده الحاكم كونارد بيروح للجنرال نيورو، والجنرال بيقول له ان اللي الجيش الازرق السماوي عمله في اسقاط الملك جوستاف مقبول لانه كان مجوع الشعب، ولكن ايمان الانوار السبعه غير مقبولين. وبيقول له انه سمع ان مملكته عامله تحالف مع الانوار السبعه. الحاكم كونارد بيتصدم، ولكن الجنرال نيورو بيقول له ان مملكته بتفتقر للقوه عشان كده اتحالفت معاهم. وبيقول له هنكمل القوات بتاعتك. وبينادي على شخص غريب وبيقول له ده المعاون بتاعي واسمه تانجا، وبنشوف مدى قوته وسلاحه بيشبه الى حد كبير سلاح الملك جوستاف واللي هو لهب السماء. وبيقول له الساحر ده دلوقتي بقى مساند للواء الازرق السماوي وهيبعت لك 10000 جندي، وبالقوه دي تقدروا تهزموا الانوار السبعه. والجنرال نيورو بيقول في النهايه ان مفيش غير شخص واحد بس اللي يقدر يحكم البلاد، وهو الامبراطور العظيم ليندورم. وبننتقل بعد كده لرينجو وتسوكاسا واللي بيكون معاها وبيتكلموا بخصوص المشروع اللي شغالين عليه. وبنروح بعد كده لجان والفارس رايس بيروح لها، بتقول له ايه اللي جابك هنا؟ المفروض تكون بجانب الحاكم كونارد. بيقول لها ان احنا تلقينا اوامر تانية، وبيهجموا عليها وبيحاولوا يقتلوها، وبيهجم عليها بكل قوته. وبالفعل بينجحوا وبيمسكوها، ولكن شينوبو بتيجي وبتنقذها في اخر لحظه، وبيتعاونوا هما الاثنين وبيقضوا عليه. وشينوبو بتقول لها في حاجه عاوزه اوريها لك، وبينزلوا تحت القلعه وبيدخلوا مخبأ سري. والمفاجاه بنشوف التمثال الذهبي للامبراطور، وبنعرف ان الحاكم كونارد هو اللي سرقه. وفي الوقت ده جان بتبكي لان التمثال ده اتعمل بفرض الضرايب على الناس، وفي الاخر كونارد يسرقه وشينوبو بتقول لها تنضم للانوار السبعه. وبالفعل جان بتوافق وبتعلن انضمامها للانوار السبعه. وفي اللحظه دي كونارد بيجي هو والساحر تانجا، وجان وشينوبو بيشوفوهم. وفي الوقت ده الساحر بيقول لكونارد انت حطمت التمثال، وبيتعجب منه وبيكون رافض تماما فكره تحطيم تمثال الامبراطور العظيم ليندورم، وبيتعصب وبيكشف وشه. والمفاجاه انه بيكون الملك جوستاف بنفسه وبيكون لسه عايش، وبيمسك كونارد وبيقضي عليه وبيقول انا رجعت بفنون الجنرال نيورو السريه وجلبت معي نيران الجحيم. وشينوبو وجان بيشوفوا اللي بيحصل، وفجاه بنشوف جسم غريب متركب في جسم جوستاف، واكيد هو اللي مأثر عليه. وبعد كده بيهربوا بسرعه من المكان، ولكن الملك جوستاف بيهجم عليهم من كل الاتجاهات، والقلعه بتتملي بنيران جوستاف واخده معاها كل اللي يقابلها، وبيقضي على معظم الحراس. وبنشوف القلعه وهي مشتعله بالكامل. وبعد كده بنعرف ان شينوبو وجان هربوا بالاحصنه، وبيقولوا انه بقى قوي بكتير عن اخر مره واجهوه فيها. وفي الوقت ده بنشوف مدى قوه الملك جوستاف الجديده، وفي نفس الوقت في صاروخ بيتضرب على القلعه وبيمحي القلعه من على وجه الارض. وشينوبو وجان بيراقبوا الانفجار الرهيب ودمار قلعه اورانوس الخاصه بالازرق السماوي. وجان بيتعجب من قوه جوستاف، ولكن شينوبو بتقول لها ان دي قوه الانوار السبعه. جان بتتصدم من اللي بتقوله، وشينوبو بتوضح لها انهم لو عايزين يقضوا على الامبراطوريه كلها هيقضوا عليها. والناحيه الثانيه باقي الابطال بيشاهدوا الانفجار، وماساتو بيعرف ان ده من صنع تسوكاسا ورينجو. بعد كده بنتنقل لتسوكاسا ورينجو بتقول له ان تم تاكيد الاصابه. تسوكاسا بيشكرها وبيقول لها كده حققنا اول حاجه من انشاء الدوله الخاصه بينا، وبيقول لها انهم عملوا كده عشان يوضحوا للعدو ان زي ما هم عندهم لهب السماء احنا برضو عندنا قوه كبيره جدا كافيه لتدمير الامبراطوريه. وبيقول في النهايه لا تتحقق الدبلوماسيه الا بين قوتين متكافئتين. وتاني يوم الانوار السبعه بيامروا كل الناس انها تجتمع، وتسوكاسا بيلقي خطاب عليهم وبيقول لهم نظرا لما فعلته الامبراطوريه بالهجوم على اللواء الازرق السماوي خدنا القرار وهجمنا عليهم ودمرناهم. ومن اللحظه دي الانوار السبعه هيتولوا السياده على بلاد الامبراطوريه الاربعه، وهم فيندولف وبوتشوالد واركالايد
كايد وجوستاف، وبيقولوا لهم انهم هيعملوا دولة بالنظام جمهوري وكل فرد فيها يقدر يقول رأيه، والناس بتفرح بالخبر وبيشجعوا الانوار السبعة. وفي الوقت ده الملك جوستاف بيظهر وبيهجم عليهم، وتسوكاسا بيأمر بإخلاء المكان، وبنشوف الابطال السبعة واقفين ومستعدين لأي هجوم، والملك جوستاف بيكون هيتجنن وبيجدد ايده وشكله بيتغير نهائيا، والكل مذهول من اللي بيحصل. وجوستاف بيطلع كل قوته، واوي وشينوبو بيهجموا عليه، والرول بتقول لهم يستهدفوا الجوهرة اللي في جسمه، وبيهجموا عليه ولكن بيفشلوا. ولكن اوي بتهجم تاني وبتنجح وبتصيب الجوهرة، ولكن السيف بتاعها بيتكسر، وده بيزيد غضب الملك جوستاف، وبيجري ناحية الابطال، وتسوكاسا بيرفع عليه المسدس وبيضربه في كل حتة، ولكن الملك جوستاف بيطب لفوق وبيطلع للقائد تسوكاسا، واخر رصاصة بيضربها بتيجي في الجوهرة وبتدمرها، والملك جوستاف بيقف قدام القائد تسوكاسا وبيتحول لحجر وبيختفي نهائيا. وبعد كده الجنرال نيورو بيشوف اثار الانفجار وبيقول هذه القوة ليست من هذا العالم، وتاني يوم بيحتفلوا بالانتصار اللي حققوه، وبيبداوا في بناء دولة خاصة بيهم، دولة تحت حكم الانوار السبعة. وهنا بتنتهي حكايتنا النهارده. فلو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا استمر، وفي النهاية ما تنساش صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اشوفكم في حكاية جديدة، والسلام.